السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي، شاركوا الكون المانوس في تسبيح الباري القدوس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. أحبتي، أسئلة مشروعة يجيب عنها صلى الله عليه وسلم. أنا وياك قد نعجز عن قيام الليل وإنفاق المال وصيام الهواجر، صيام النهار. ما هو؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من أعياه الليل أن يصومه والمال أن ينفقه والعدو أن يجاهد فعليه سبحان الله بحمده. صحه الألباني، حديث صحيح يا إخوة إذا أعجزكم هذه الأمور. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. متفق عليه. في دقيقتين هذا الحديث. تعرف أن غالب المسلمين لا يستطيع أن يقدم دقيقتين لربه في اليوم تسبيح 100 تسبيح سبحان الله وبحمده 100 مرة. أنا سألت مجموعة مرة ما أجابوا. كنت مع رفقة وفي المساء قلت: سبحتم اليوم 100 تسبيح سبحان الله وبحمده وهم من أهل الخير 100 مرة؟ قالوا لا. كثير ما يحافظ، ما في برنامج، ما هناك ورد له. يعني في دقيقة ونصف أو دقيقتين تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت كزبد البحر. متفق عليه في الصحيحين. ومع ذلك معنى سبحان الله وبحمده: سبحان الله وقدس الله ونزه الله عن المثيل والشريك والشبيه وعن صفة النقص والعيب. وبحمده معنى وبحمده يعني أثني عليه بالمحامد والمدائح والكمال والجلال والجمال الثابت له الذي أثبته لنفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام أثبته له. أحبتي والله إن الهدهد والنملة والنحلة والعصفور والغريد إنه أكثر تسبيحا من كثير من البشر الغافلين عن منهج. أحبتي، سبحوا، الكون كله يسبح، الكائنات، السماوات والأرض، الجبال، الوهاد، الأشجار، الأحجار تسبح. ورد التسبيح بالقرآن بالماضي والمضارع والأمر والمصدر ووصف المسبحين ووصف أن الكون كله يسبح. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. اللهم اجعلنا من المسبحين الذاكرين لك كثيرا يا رب العالمين، وعنا على ذكرك وشكرك. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم.